لأنه يا ناس، الناس هذو 18 اللي ماتوا راهم هم ما ماتوش لأنهم سقطوا في الواد، لا، كانوا قادرين يسقطوا في الماء ويخرجوا ينقذوهم. على الأقل الرؤية تكون مساعدة للمنقذين أنهم يشوفوا عباد، لأنه في البحر تفتح عينيك ولا في الواد كي يكون نقي تشوف عبد تقدر تنقذه. لو هذه الحافلة سقطت في البحر ممكن نسبة الوفيات تكون قليلة جدا، 1 ولا 2 اللي يموتوا، ما يموتوش 18. إذن لماذا ماتوا 18؟ لأنه هذو اللي ماتوا تقريبا كلهم أو معظمهم ماتوا لاختناق، يعني شربوا الماء ملوث وما فيش أكسجين، واختنقوا من الريحة واختنقوا من القذارة، ماتوا. الدولة صرفت 4000 مليار 4000 مليار من أجل تهيئة واد الحراش، 4000 مليار من أجل تهيئة واد الحراش، وفي الأخير يموتوا فيه 18 إنسان، يستشهدوا 18 مواطن جزائري في واد تم تهيئته ب 4000 مليار سنتيم. 4000 مليار سنتيم. من المفروض اليوم، موش غدوة، اليوم يغلق، يتم غلق هذا الجسر لحين إعادة تهيئته نهائيا. لازم له خبراء، جماعة التي تي سي ولا اسموهم هذوك السي تي سي ولا اسموهم، ولا أي جهة مختصة يعاينوا الجسر من كل الجوانب. جات فرصة أنهم يعاينوا الجسر من كل الجوانب، هل الجسر يتحمل وصالح للاستعمال لسنوات أم لا؟ الجسر كجسر بالأعمدة، إذا كان الجسر صالح، الأعمدة تاعو صالحة ويقدر يتحمل لسنوات قادمة، يتم إصلاح طريق فقط. الطريق لازم يتعاود نهائيا، لازم يتعاود، يتنحى كامل القدرون اللي راهو كاين، يتعاود طابي من جديد. ما ننتظروش حتى يزيدوا يموتوا 20 ولا 30 اخرين. طبعا بالإضافة إلى تصليح الحديد هذاك اللي تكسر، طبعا لازم يعاودوا يصلحوه، ولازم بطريقة تكون أكثر أمان وأكثر صلابة، لازم يأخذوا العبرة. إذا الجسر هذا من المفروض يتم اتخاذ قرار الليلة، إذا لم يكن قد تم اتخاذ قرار. نتمنى أنهم يكونوا خذوا قرار، المفروض خذوا قرار، خلاص يستنوا حتى تزيد تصرى كارثة أخرى أخرى. المفروض الليلة يتم اتخاذ قرار بغلق الجسر واستعمال جسور أخرى. نعم ممكن يعطل حركة المرور ويخلق مشاكل للناس ويصعب عليهم التنقل، الله غالب، لضرورة أحكام. الضرورة تستدعي غلق الجسر فورا، غلق الجسر فورا. يعني هذو اللي ماتوا الشهداء ما عاشوا مليح، ما ماتوا مليح، يعني ما عاشوا حياة سعيدة. يكفيهم أنهم يتنقلوا في حافلة مهترئة، معناتها وضعهم المادي مزري، يعني وضعهم المعيشي الاجتماعي وضع خرائي، وضع خرائي. الحكومة ما قدرش توفر لهم حتى وسيلة نقل محترمة مكيفة نظيفة تنقلهم من الحراش العاصمة. اسمع، في واحد يتكلم على زوجته وبنته توفوا رحمهم الله برحمته الواسعة، يقول أنه كانوا في زيارة إلى جدتهم، رايحين يزوروا، يعني زوجته رحمها الله رايحة تزور أمها ومدية معها بنتها. يعني هو لو كان عنده إمكانيات، يا إما يوصل زوجته في سيارة مكيفة، أو يعطي السيارة لزوجته ولا لبنته توصل تروح تزور يمها. لكن لأنه بسيط وفقير ويسكن في حي شعبي فقير مثله مثل مئات الآلاف من سكان الحراش، أرسل زوجته مع بنتها في حافلة اللي هي حافلة الموت. عروسة مسكينة كان من المفروض اليوم عرسها، أو غدا اليوم، لأنه الكارثة صارت بالأمس، يعني من المفروض اليوم عرسها، ماتت. وعريس نفس الشيء كان من المفروض داخل رايح لنسابه، محضرين له استقبال. الخطيب جاي يخطب في خطيبته، نفس الشيء توفى. شرطي
وفي حال الذهول يساهم في إنقاذ الموتى، اكتشف أن زوجة أخوه من بين الضحايا. يعني صدمة بصراحة. إذا كان مواطن مثلي اللي ما عندوش علاقة، يعني ما عندوش واحد من الناس اللي يعرفهم مباشرة من بين الضحايا، من بين الشهداء. وأنا بصراحة مصدوم، والله مصدوم من القصة هذه، لدرجة أني اليوم كامل ما غادرتش الغرفة. أنا طبعا في جنوب فرنسا في الفندق، والله ما غادرت الغرفة، لأنه ما يعني الموت حق. نعم الموت حق، وكانوا قادر هذو يموتوا في زلزال، يموتوا في بركان، يموتوا في مش عارف فيضان، يموتوا في تسونامي، يموتوا في طائرة كانوا مسافرين ويموتوا. يعني الموت حق، ولكن تغيظك أنه تكون موت بهذا السقاطة.